بزاف ديال الناس كيتوقعوا أن كبار الأغنياء تيقضيو الوقت ديالهم في الرفاهية والاستمتاع بالحياة والصرف بدون حساب، ولكن من أهم الأشياء اللي تناقشوها في المؤسسات الاستثمارية ومع العائلات المليارديرية اللي اشتغلت معها ممكن تصدمك. تنتكلموا على عائلات وأفراد اللي عندهم استثمارات ضخمة بزاف في العالم، استثمارات في شركات خاصة، عقار عبر عدة دول، استثمارات في بورصات عالمية، وفاند مانجرز موزعين عبر عدة قارات. وواحد من أهم المواضيع اللي تنتكلموا عليها من غير السياسات الاستراتيجية أو القراءات أو الرؤيات الاستراتيجية للأسواق أو الصفقات الجديدة، تنتكلموا على موضوع مهم بزاف. إذا توقف كل دخل غدا في الصباح، شحال عندنا ديال الوقت قبل ما نبداو نبيعوا في الأصول؟ وواش حنا بالفعل مستعدين لظروف طارئة وحالات قصوى؟ هاد السؤال تعلمنا واحد الدرس اللي خطير بزاف، أن الطبقات غير الغنية تتحاول دائما تبين أنهم أغنياء، وفيهم فئة قليلة تتفكر كيفاش تحسن من الدخل ديالها. والأغنياء الجدد تيحاولوا يفكروا كيفاش ممكن يكبروا من المشاريع ديالهم ومن الثروات ديالهم ويجيبوا عوائد كبيرة بزاف باش الثروة ديالهم تكبر بشكل كبير. أما الأثرياء الحقيقيين تيبداو دائما بواحد السؤال: كيفاش نقدروا نحميو رأس المال؟ عند الأثرياء والناس اللي في الكلوب ديال 1%، الحماية تتكون أهم من العوائد وأهم من أي حاجة أخرى. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فاينانس بالمغربي. في الحلقة اللي فاتت تكلمنا على الكلوب ديال 1%، وبدينا تنحاولوا نفهموا كيفاش العقلية ديالهم والأنظمة المالية اللي تيخدموا بها، وشفنا كيفاش تيوزعوا الفلوس ديالهم ما بين الأساسيات، الرفاهية، الادخار والاستثمار. واليوم غادي نتكلموا على المرحلة اللي أغلبية الناس كتحتقرها وما كتعطيهاش أهمية، ولكن في الحقيقة هي المرحلة الأساسية اللي كتحدد واش غادي تقدر تبني الثروة أو تبقى عالق في التوتر المالي. وهذه المرحلة هي الادخار، ولكن ماشي الادخار التقليدي. غادي نتكلموا على الادخار بالطريقة اللي تيشوفوها كبار المستثمرين. قبل ما نبداو نتكلموا على الادخار، اش نتكلموا على واحد الوهم اجتماعي، وخليني نحكي لكم واحد السيناريو اللي كيتكرر يوميا. وغادي ناخذوا الشخص اللي تيبدا الخدمة لأول مرة، كيولي كيدخل مزيان، واول حاجه تيعمل شنو هي؟ كيحاول يثبت للعالم انه وصل، وتيبدا يركز في المظاهر حتى تيغرق. عقلتوا على امين؟ تليفون جديد، سياره فوق الامكانيات، سفريات مموله بالكريدي، مطاعم، ماركات، وكثره الديون، وواحد اللايف ستايل اكبر من الواقع الحقيقي. هادشي كامل غير باش يرضي نظره المجتمع ليه ويبهر الناس اللي دايرين به. وهنا تيوقع واحد الخطا نفسي كبير بزاف. الناس تبدا تخلط ما بين جوج ديال الاشياء: wealth creation اللي هي خلق ثروه الحقيقيه، والwealth signal محاوله اثبات ثروه اللي هي ما كايناش اصلا. خلق ثروه يعني كتبني اصول اللي كترتفع القيمه ديالها مع الوقت، واظهار الثروه هي انك كتبدا تبني صوره ليك وسط المجتمع، وهاد الصوره تتكلفك بزاف، لان هاد الصوره ما كتعطيش كاش فلو، هاد الصوره ما كتعطيش ديفيدند، الصورة ما كتحميكش من المرض، والصورة ما كتكبرش ليك رأس المال. وفي الوول ستريت كاين واحد المبدأ بسيط بزاف: Never confuse assets with liabilities that appear as status. بمعنى عمرك ما تخلط ما بين الأصول والالتزامات اللي تتنكر في شكل رموز للمكانة الاجتماعية، لأن بعض الناس كيشريو أشياء اللي كتظهر النجاح، ولكن في الفعل هي كتسرق منهم النجاح. ومن غير هذا المثال ديال الناس اللي كتطيح في فخ المظاهر، كاين واحد الفخ آخر. ودابا اجي نشوفوا واحد النموذج اللي منتشر بزاف اليوم، ديال واحد الشخص اللي يلاه بدا يتعلم الاستثمار. مزيان أن الواحد يتعلم الاستثمار ويفهم أن الاستثمار تيعاونو يخلق الثروة مع الوقت، ولكن أنا كنتكلم على واحد الشخص اللي شاف تيك توك أو شاف واحد المتداول في الإنستغرام أو هادوك الكريبتو مليونيرز، أو ناس كتكلم على الفاينانشال فريدم أو الحرية المالية. هاد الشخص فهم نص الحقيقة فقط، أن فلوسك خاصها تخدم عليك، ولكن المشكلة أنه تيحط السيولة ديالو كاملة في الأسواق، ومن بعد تيجي ظرف صحي أو مشكلة عائلي أو مشكلة في السيارة أو فقدان مفاجئ للوظيفة، يعني تجي واحد الحالة طارئة مفاجئة، وهنا تيبدا الخوف وتتبدا البانيك، وهنا تيبدا يبيع الاستثمارات ديالو بالخسارة باش يقدر يخرج من الأسواق ويحولها لسيولة. وهنا خاصكم تفهموا واحد المبدأ مهم بزاف اللي تنعيشوا به في إدارة الأصول الكبرى: Return is important but liquidity saves lives. العوائد مهمة بزاف، ولكن السيولة تتعتق أرواح. الكاش تيبقى دائما ملك، ولكن تيخصك تعرف كيفاش تتصرف معاه بالطريقة الصحيحة. حتى أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم تعملوا stress testing، يطرحوا سؤال: إذا وقع كراش أو وقع شوك أو وقع ريسيشن، شحال عندنا من السيولة؟
وكيفاش ممكن نتماشاو وسط حالة قصوى في الأسواق. نذكروا المبدأ اللي ذكرت لكم في أول حلقة، أن حماية رأس المال أهم من أي حاجة أخرى، لأن المستثمر اللي ما عندوش سيولة هو مستثمر هش. أخطر حاجة في العالم المالي هي أنك تضطر تاخد قرار مالي كبير وانت تحت الضغط، لأن الأسواق المالية بطبيعتها كتحط الضغط ديالك تحت الاختبار، وكتعرف تقلبات وتصحيحات باستمرار. ولكن إلا زدتي على هذا الضغط ضغط خاص أو توتر مالي مرتبط بعدم التسيير الصحيح لفلوسك أو عدم توفرك على السيولة في حالة الحاجة، فهنا تيكون الانفجار. فتتبدا تبيع أصل ممتاز أو سهم زوين شريتيه بثمن عادل لأنك محتاج تخلص الكرة، أو كتبدا تسحب من البورتفوليو ديالك لأنك عندك واحد الظرف طارئ أو راجع من واحد السفرية اللي ما حسبتيش فيها مزيان، أو كتدخل واحد القرض سيء لأنك ما مسيرش فلوسك مزيان. وهنا تتبدا دائرة تدمير الثروة بقرارات مالية صغيرة بزاف وعدم التحضير والاستعداد والعشوائية، لأن الأسواق كتكافئ الصبر ولكن كتكره العشوائية. دابا كيفاش كيفكر الألترا والثي أو شي شخص اللي ثري بزاف؟ خليوني نعطيكم انسايت حقيقي من عالم الثروات الكبرى، ماشي من داكشي اللي تنشوفه في الانستغرام. يعني كنتكلموا على عائلات اللي كتسير الملايين أو الملايير ديال الدولارات. هاد الناس كتقسم فلوسها على لايرز أو طبقات. الطبقة الأولى فيها سيولة الحياة اليومية، الطبقة الثانية فيها صندوق الطوارئ، الطبقة الثالثة فيها استثمارات طويلة المدى، والطبقة الرابعة رأس مال الفرص جديدة. يعني ما تيكونوش حاطين فلوسهم كاملة في الاستثمارات وما تيكونوش حاطين فلوسهم كاملة في الكاش. وهذا النظام تيخليهم هادئين في حين أن بزاف ديال الناس كتعيش التوتر المالي باستمرار. 2008 في كوفيد وفي بزاف ديال الأزمات بزاف ديال الناس باعوا الأسيتس ديالهم بخسائر كبيرة بزاف في الأسواق. أما الناس اللي كانت عندها السيولة كانت كتشري الأسيتس بأثمنة رخيصة بزاف، لأن بالفعل الأزمات تتخلق الفرص. كلشي تعرف هذه المعلومة ولكن قليل اللي كيقدر يستغلها. وهنا كاين واحد الدرس مهم بزاف: Cash is not laziness. Cash is having options. يعني السيولة كتعطيك حق الاختيار، وهذه حاجة مهمة بزاف. في الحلقة اللي فاتت ذكرنا التقسيمة المثالية للمداخيل، وذكرنا بلي 15% خاصها تمشي للادخار، وبالتالي خاصها تمشي لبناء واحد الحاجة تنسميوها بصندوق الطوارئ. بكل بساطة خاصك تجمع المصاريف الأساسية ديالك كل شهر، من الكراء، الأكل، الفواتير، مدرسة، تنقل، يعني أي حاجة أساسية تتخلصها كل شهر، وغتضرب هذا المبلغ في 6 شهور. هذا غادي يكون هو صندوق الطوارئ اللي خاصك تخصصه ويكون دائما بجنب في حالة الطوارئ. وإذا كان عندك unstable business أو أنت فريلانسر أو عندك مسؤوليات كبيرة، فتتاخذ هذا المبلغ وتضربه في 9 شهور أو 12 شهر، وتيكون هذا هو المبلغ اللي خاص يكون عندك في صندوق الطوارئ ديالك. دابا فين خاصك تخلي هاد الفلوس؟ خاصك تخليها في واحد المكان اللي low risk، يعني فيه مخاطر قليلة بزاف ولكن سهل الوصول. يعني ما خاصكش تخليهم في الكريبتو أو في استثمارات طويلة المدى أو في أسهم متقلبة. التركيبة الذكية هنا تجيني باللي أن النسبة خاصة تكون في الكاش، وحنا تنعرفوا بأن الكاش تيفقد من القيمة ديالو مع الوقت بسبب التضخم، ولكن تيعطي سهولة الولوج. ونسبة أخرى خاصة تكون في الذهب، لأن الذهب كيف ما شفنا بزاف المرات عنده هدف ديال الحماية، والقيمة ديالو كتقدر تطلع مع الوقت، ويعني تقدر تغطي لك الخسارة بسبب التضخم. هذه التركيبة اللي فكرت فيها ما خاصكش تطبقها حرفيا، ولكن خاص تشوف شنو هما النسب وشنو هي الاشياء اللي غادي تكون مناسبه للحاله ديالك، لان كل واحد والبروفايل الاستثماري ديالو وكل واحد والحاله الشخصيه ديالته. دابا شنو هو الدور ديال صندوق الطوارئ؟ هاد الفلوس ديال صندوق الطوارئ عندها وظيفه واحده: تحميك من اتخاذ قرارات غبيه تحت الضغط. الفكره اللي غتغير بالفعل نظرتك للمال هي ان بزاف الناس تيسولوا كيفاش نولي غني، وقليل ديال الناس اللي تيسولوا كيفاش نولي غير قابل للانهيار المالي. هذا السؤال هو البداية الحقيقية ديال الثروة. الثروة ما كتبداش من فيراري ولا من لاكشري لايف ستايل، الثروة كتبدا من واحد النظام مالي ذكي وقوي، ومن بعد الاستثمار كيجي فوق واحد الأساس قوي. إلا بغيتي تبني الثروة ديالك على شكل المؤسسات الكبرى وماشي على شكل انستغرام أو السوشيال ميديا، تابع هاد السلسلة حتى النهاية. في الحلقة القادمة إن شاء الله غادي نزيدو نتعمقوا في الأنظمة المالية ديال هاد الناس اللي في الكلوب ديال 1% باش نعاونك تفهم فين تبدا، شنو تجنب، وكيفاش تخلي فلوسك تخدم ليك بذكاء. إلا عجبك هذا الفيديو ما تنساش باللي خدا واحد المجهود كبير بزاف باش يوصل ليك، والدعم ديالك تاعني لي والفريق ديالي بزاف.
وإلا كنتي جديد معنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة باش يوصلك كل جديد. شكرا لكم ونتلاقاو في الحلقة القادمة إن شاء الله، في رعاية الله.